بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحباب في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير رؤية التين الشوكي في منام الرجل أو في المنام للرجل المتزوج. إيه معناه؟ كما هو معروف بأنه توجد الكثير من التفسيرات للمفسرين المعروفين، وأنه يوجد أيضا اختلافات كثيرة بين أصحاب الرؤى اللي هم الحالمين وبعضهم. فيقوم طبعا بعض المفسرين بتفسير الحلم على حسب كل حال. فالنهارده هنقول لكم يعني رؤية التين الشوكي في المنام للرجل المتزوج على أكمل وجه بأمر الله تعالى. إذا رأى الرجل المتزوج في منامه بأنه يأكل من التين الشوكي، شاف في منامه بيتناول التين الشوكي بيأكل منه، فالرؤية هنا طيبة جدا للرجل المتزوج، لأنها بتدل على وجود خير، وجود رزق، وهناك بشرى قادمة له في الطريق بأمر الله تعالى، وأيضا بشرى بعمل صالح قريب منه، وأنه سوف ينال مكانة عالية بين الناس، سوف ينال مكانة عالية بين الناس. وإذا رأى الرجل في منامه أنه شاهد شجرة التين الشوكي، فهذا يدل على وجود عدم الخير له، ويحدث وجود ندم وهم وغم وحزن. الأولى عندما يأكل من التين خير ورزق ومكانه حاجة حلوة خالص، إنما لما يشوف التين ولكن لم يأكل منه، عندما يراه ولم يأكل منه، الرؤية هنا بتعني إيه؟ تدل على إيه؟ تدل على أن هناك أمور متعسرة في حياة الرائي. عند مشاهدة التين في هم، في غم، في حزن، ولكن فرج الله سبحانه وتعالى سوف يكون قريب له. يعني هو حياته الواقعية فيها هذا، فيها الهم والغم والحزن، وهنا يعتبر بشارة برضه، بشارة بأن هذه الأمور ستنجلي، ولكن بعد يعني بعض الوقت، بعد فترة الأمور دي هتتغير، ويتخلص من الهم والغم والحزن بأمر الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيستبدل همه إلى فرح بإذن الله تعالى. وإذا رأى الرجل المتزوج في منامه أنه شاهد التين الشوكي، وكان التين الشوكي ده لونه أسود، كان التين الشوكي لونه أسود، فهذا دليل على وجود يمين كاذب وشر، دليل على انه في يمين كاذب عنده وفي شر. وايضا يفسر هذا المنام بانه اذا راى في منامه بانه بياكل من التين الشوكي، لو هو كان بياكل منه، دليل على وجود خير ورزق وفير له قادم. وايضا الرؤيا تدل على وجود اعداء الاسلام، يعني ناس مش مسلمين سوف يظهرون في طريق الرائي، فعليه ان يكون على حذر من هؤلاء، لأن هؤلاء قد يدبرون له المكائد، فعليه أن يكون على حذر من هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهذا ما يتعلق برؤية الرجل للتين الشوكي، وإن شاء الله بأمر الله تعالى نلتقي في حلقة قادمة بأمر الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.